في واحدة من متابعيني تقول لي أنا يا عزوفة مرسل لك قصة أغنية عبد المجيد عبد الله معلمك صوت المطر كيف احتريك، وأنت من زمان رافض إنك تقول القصة. تقصد هي في كلامها الأغنية هذه اللي راح تظهر لكم الحين. ما علمك صوت المطر كيف احتريك، ولا المطر ما جاب لي طاري أبد. أنا بقول لكم قصة الأغنية هذه اللي رسلتها البنت بكل وضوح وشفافية، وما راح أزيد عليها ولا شيء. في واحدة من القرى قديما كانوا دائما يفرحون بالرجل أو بالمولود الذكر، وكان هناك قانون غريب جدا إنه أي ذكر أو أي رجل موجود في القرية هذيك كان دائما اسمه عدنان. فمرة من المرات جاء أحدهم مولودة وكان يتمنى أنها تكون ولد، ولكن أرادت الله أراد أن تكون هي بنت. فمن حبه للأولاد قرر أنه يسمي بنته باسم ولد اللي هو الاسم الشائع عندهم اللي هو عدنان، وفعلا صار اسم المولودة عدنان. فعاشت البنت هذه أصعب مرحلة بحياتها من تنمر ومضايقة من صديقاتها ومن المجتمع اللي حولها. قررت خويتنا هذه اللي اسمها عدنان أنها توقف أمام المجتمع وتحارب بكل قوة وتثبت للكل أنه الاسم مو عيب، وأنها تقدر تسوي سوات الرجال وأكثر من كذا. فقررت أنها تفتح مشروعها البسيط الصغير اللي كان عبارة عن مشروع ساعات، ولكن مو أي ساعة. الساعة هذه كل دقات عقارب الساعة فيها تصدر صوت كصوت المطر أو كصوت قطرات المطر، فأسمت مشروعها باسم مطر أو ساعات مطر. واستمرت في هذا المشروع وكافحت بكل قوتها إلين ما ربي فتح عليها وصارت من واحدة من أكبر التجار الموجودين في المدينة هذه. في يوم من الأيام، في واحدة من الأيام الباردة، جاء واحد من الشبان الموجودين في القرية اللي كان برضو اسمه عدنان، اشترى من ساعتها وأعجب فيها وحبه واعترف له بهذا الشيء. وبعد سنوات من الحب الجميل تقدم لها من أبوها وخطبها. وفق ربي الامرأة الصالحة اللي كان اسمها عدنان بالرجل طيب وصادق اسمه عدنان، واتفقوا على موعد زفافهم. وفعلا جاء هذا الموعد وكان كل شيء لحد الحين تمام، إلين ما صارت الصدمة اللي أبدا منكم ما حد يتوقعها. بعد ما وزعوا كروت دعوات الزفاف التي كانت تحمل في طياتها يتشرف عدنان وعدنان دعوتكم لحضور حفل زفاف نجليهم مع عدنان وعدنان، وحددوا التاريخ. وبعد ما جاء التاريخ واجتمعت الناس في قاعة العرس وكان كل شيء تمام، وجاءت العروسة بفستانها الأبيض وشعرها الأشقر في جمالها الفاتن الذي لا يخطر على قلب رجل، تنتظر دخول زوجها الموقر الصادق الشاب الطيب الجميل الذي للأسف لم يدخل قاعة العرس. أي والله، ومو بس تأخر، لا عدت الساعة الأولى والساعة الثانية، وبدأت ملامح الفرحة والسعادة تتحول إلى مأساة وحزن. تخيلوا أنه العروسة منتظرة لزوجها اللي ما جاء ولا دخل أكثر من 3 ساعات. سالت دموع عروستنا وتحولت الفرحة إلى مأساة، ولكن في آخر لحظة دخل العروس وتفاجأ الناس، وقال لهم العروس: أنا آسف، قطيت في نومه والمعذرة والسموحة. فقالت لها العروسة: ما علمك صوت المطر كيف احتريك؟ تقصد صوت الساعة اللي بيده اللي مثل قطرات المطر اللي ما نبهت الكلب هذا النايم انها تحتريه في قاعة العرس. فما ادري هل القصة حقيقية ولا لا، ولكن اتمنى منكم انكم تكتبوا لي في الكومنتات. اشوفكم في القصة الجاية، وفي امان الله.